مصر الذي فاز ب7 ألقاب أفريقية لا يلعب بشكل رائع ولكنه يديرها بشكل مميز. بإمكانك السيطرة على المباراة أمامهم، ولكن بإمكانهم التسجيل من ركلة ثابتة وبعدها يتساقطون يمينا ويسارا. رد مصطفى محمد نجم منتخب مصر، نتابع ماذا قال. الصراحة ما سمعتش حاجة وشفت حاجة، بس الحمد لله لو هو فعلا قال كده احنا الحمد لله بالأرقام عندنا 7 بطولات وإن شاء الله نحقق الثامنة. وهو زي ما انت قلت برضه لو هو قال حاجة زي كده يعني يعمل زينا وياخد بطولات. تعليقك؟ انا اندهشت الحقيقه من تصريح ابو ناحي. منتخب مصر في افريقيا، منتخب مصر اللي بيكسب كوت ديفوار بال4 والكاميرون بال4 ونيجيريا بال3، يعني تاريخ منتخب مصر في افريقيا كل المنتخبات الصفوه في افريقيا دايما منتخب مصر مش بيكسب، ده بيكسب بسكور عالي في كل البطولات، وحتى لما بيخسر بيكون هو يمكن الكلمه اللي الطرف يعني الافضل. يتساقطون ارضا واضاعه الوقت، هل تتفق فيما ذكر؟ لا تماما، لا بالعكس، ده المنتخب المصري اكثر ضحيه من الاسلوب ده. بالعكس الاسلوب ده بيجيدوا المنتخب المغربي بشكل كبير جدا. انا ما اعرفش، والتاريخ يعني يذكر الالقاب مهما كان الاداء. لا وحتى الاداء والنتيجه. اصل انت ما بتكسبش كبار افريقيا بالاربعات وانت بتتساقط، انت بتهاجم طول الوقت. فتحي لا، أنا لا أوافق ناحي، ربما لأنه صغير وما عاشش، لأنه مصر اللي عشتهم ونعرفهم 98 و86 2006 2008 2010 كان باستحقاق كبير وكبير جدا. الفريق المصري، الفريق الأهلي 2006 و8 فريق ممتاز. وإنما لا أوافقك عندما تقول اللي يمثلوا ويتيحوا ويتساقطون ويلعبوا. لا ما بقولش يمثل، لا تفرق، لا خلي بالك، لا ده أسلوب لعب. هذا أسلوب لعب الفريق العربية الكل. لا أنا أؤكد لك هو أسلوب لعب الفريق التونسي والجزائري والمغربي والمصري عن الفرق العربية. عندما نكون منتصرين وفي كذا نضيع الوقت. طيب يكون أي منتخب لا تقول المنتخب المغربي هو يتفوق عليها. لا أنا رأيي الشخصي، ده رأيي أنا بقول لك هو يتفوق علينا في الجزئية دي. ده أسلوب لعب، أنا ما بهاجمش وما بقولش يمثل. خلي بالك إذا كان ونحن غلط ما نجناش على المنتخب المغربي. لا ده أسلوب لعب، بس المنتخب المغربي بيتفوق على المنتخب المصري في الجزئية دي. طيب يفصل عبد الكريم ما بين صابر وفتحي في هذه الجزئية، لكن قد يكون هذا الأمر متاح وغير مقبول لمشاهدة المباريات من الجميع في كل أنحاء العالم من أندية ومنتخبات. من يتقدم قد يعني يشكل في مسألة أن يتحكم في الكرة أكثر ويسيطر ويتحكم في أن يسير مباراة إلى نهايتها. أولا يعني خلينا نرجع إلى التصريح، هو جزئين. الجزء الأول يعني يبدو فيه الاحترام ويعني التقدير للتاريخ ولسمعة المنتخب المصري، والجزء الثاني اعتقد بأنه هو سقطه. لكن في موضوع إضاعة الوقت هو أسلوب ليس فقط في المنتخبات العربية، قد تتفوق في المنتخبات العربية، لكن هذا أسلوب كثير من المنتخبات والفرق والأندية